ورجعت لكم تاني بفيديو جديد عشان افضح الاجانب. النهارده يا جماعه تاني حلقه من سلسله الصدمه الجديده اللي انا عاملاها، لان بما اني مدرسه عربي لهجه مصريه اونلاين للاجانب، فانا عندي قصص وحكايات ومواقف واسئله كتير غريبه اتسالت لي من الطلبه بتوعي. فانا النهارده حضرت لكم 3 صدمات هحكي لكم عليها، وبجد كان نفسي يا جماعه اكون لابسه التيشيرت الاحمر الشهير اللي انا حكيت لكم عليه المره اللي فاتت. عندنا في الولاد اللي اتريق عليا في الحصه، بس للاسف التيشيرت في الغسيل. لو ما تعرفوش قصه التيشيرت لازم تروحوا تتفرجوا على الحلقه الاولى من السلسله. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ويلا بينا. اول موقف يا جماعه هو موقف حقيقي يفقع المراره، وبجد يا جماعه في الموقف دوت انا حسيت جدا بالمدرسين زمان في المدارس لما كانوا بيشخطوا فينا يقولوا انا مش هشرح تاني، طب ما تذاكروش، طب ما تركزوش، ويتقمصوا ويطلعوا ويروحوا اوضه مدرسين يعيطوا. حقيقي بجد فهمتهم قوي في اللحظه ديت. المهم انا كان عندي طالب من سنه تقريبا امريكي، هو كان في الخمسينات او كان داخل على الخمسينات. المهم يعني ان هو من اول حصه احنا شفنا بعض فيها وهو كان بيبقى بيشرب، ماسك ازازه كده كبيره ما شاء الله وبيشرب، وبعد كذا حصه انا اكتشفت ان هو ممكن يشرب ازازه كامله يخلصها واحنا في الحصه. يعني مش عارفه هو جاب التوليرنس ده منين. واللي يضحك بقى ان هو في اول حصه خالص، اول حصه اتقابلنا، بيقول لي I have my juice here with me، انا معايا العصير بتاعي ويلا نبدا. عصير ايه؟ شقي، ده مش عصير، انا عارفه انه مش عصير، على اساس ان انا عبيطه بقى. ده انا لو عاميه مش هتضحك عليا كده، بتعاملني معامله المغفله. الفكره ان فعلا الناس بره، الناس في امريكا، لان الموضوع دوت اتسال لي كذا مره، بيستغربوا قوي ان احنا عندنا الكحول عشان احنا بلد اسلاميه، بس احنا للاسف عندنا. وفي واحد مره قبل كده قال لي انتوا بتحاولوا بقى تبقوا زي الويست وتحاولوا تبقى زي امريكا بقى ويبقى عندكم خمره وبتاع. حضرتك الحضاره المصريه القديمه من اول الحضارات اللي بتعمل الخمره. ايه اللي انتوا فيه ده؟ احنا بنحاول نبقى زي، ما علينا، مش ده موضوعنا، دي قصه تانية. موضوعنا دلوقتي الستودنت يا جماعه، مش دي القصه، ده القصه لسه جايه. مش دي القصه ان هو كان بيضحك عليا، لا ده القصه لسه جايه. ايه، هو كان بياخد درسين، بياخد درس يوم الاثنين ويوم الجمعه. فيوم الاثنين احنا خلصنا الدرس، يوم الجمعه بقى ايه ميعاد الدرس جه. فانا في اول الحصه بحب اعمل ريمايندر كده، اللي هو احنا المره اللي فاتت اخدنا التوبيك الفلاني والنهارده هناخد التوبيك دوت وهنشرحه مع بعض وكده. المهم فالكونفرزيشن حصلت كالتالي، احنا بقى عملنا التوبيك الفلاني المره اللي فاتت، النهارده بقى ايه هنقعد مع بعض وهنشرح التوبيك الفلاني النهارده مع بعض. قال لي ثواني، احنا كان عندنا درس يوم الاثنين؟ قلت له اه. قال لي وانا جيت؟ قلت له اه. انت كنت معايا؟ فسكت. فانا طبعا حطيت ايدي على قلبي، فراح قايل لي بس انا مش فاكر خالص ان انا جيت، مش فاكر خالص ان احنا اتكلمنا في التوبيك ده. ايه العبث ده؟ انت بتعبس معايا؟ اكيد بتهزر. حقيقي انا كنت مبتسمه بس الدمعه كانت هتفر من عيني. والله حاولت اقول له لا لا بس افتكر كده، ربنا يهديك، ربنا يهديك، اقرا كده بس المعوذتين وانت هتبقى كويس. انا عارفه ان الشكوى لغير الله مذله، بس انا بشتكي لكم، مش هقدر اكتم ده في قلبي اكتر من كده. حسيت ان انا فعلا مدرسه في اللحظه دي. هو انت بتستعبط يلا ولا ايه؟ انت عايزه اقول له هو انت لو سبت القرف اللي في ايدك دوت هتركز. كنت ركزت، كنت افتكرت. فكره ان هو بيقول لي لا بس انا مش فاكر ان احنا عملنا وبيشرب. وحتى فكرت واحنا اتكلمنا في ايه ساعتها، اللي هو دردشنا في ايه مثلا خلال الحصه، عشان احاول ان انا ايه افكره. حسيت فعلا ان انا اجين تاني، حسيت ان انا ثيرابيست. المهم يا جماعه ان هو مفتكر، واضطريت اشرح التوبيك تاني، بس ما كانش فيه غرفه مدرسين عشان اروح اعيط فيها، ما كانش فيه حد يواسيني، ما حدش حاسس بيا، ما اعرفش مدرسين اصدقائي اخرين اروح اعيط لهم. تاني موقف معانا النهارده يا جماعه هو من اسره مصريه كانت عايشه في امريكا، وانا كنت بدي ولادهم الاثنين بنتين صغيرين. ده طبعا ايام ما كنت بدي اطفال وكنت مغبوله في نافوخي وكنت بدي اطفال، انا مش بتاعه اطفال. المهم البنتين ما عملوليش حاجه، البنتين كانوا لذيذ جدا والله كنت بحبهم وكانوا حلوين. الفكره ان انا ما كنتش ملاحظه حاجه، ان انا قعدت سنه عبال ما لاحظتها، كنت بحاول اكدب نفسي تقريبا ان انا شفتها. واحنا في الحصه على طول كنت ببقى شايفه حاجه كده، هما البنتين كانوا بيبقوا قاعدين واحده هنا واحده هنا، بس الحته اللي في النص كانت بتبقى فاضيه. بعيد كده كان وراهم ترابيزه، كنت ببقى شايفه موبايل، تقريبا موبايل بيصور الحصه. انا متفهمه حاجه زي كده لو انا لسه مدرسه جديده، هم عايزين يطمنوا الحصه بتمشي ازاي، لو هم مش عايزين يفضلوا قاعدين. يعني في بيرنتس بيفضلوا قاعدين جنب ولادهم علشان يطمنوا في اول كام حصه ان الدنيا ماشيه تمام وان المدرسه كويسه، ودي حاجه انا عادي احترمها واتقبلها وحاجه طبيعيه خالص. لكن مش طبيعي بقى ان بعد ما يكون عدى سنه تكونوا لسه بتصوروا الحصه. ايه ده؟ بتبيعوها في السوق السوداء ولا ايه ده؟ كفايه قوي
اول سنه، هي داخلين على الثانيه، مش معقول. يعني انا متفهمه وفي نفس الوقت مستغربه، لان انا متفهمه لو حصلت في اول كام اسبوع او كام شهر حتى، بس بعد سنه كتير. قولوا لي في الكومنتس تحت انتوا شايفين ايه، كنتوا برضه تستغربوا لو انتوا مكاني ولا لا؟ فيا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت انتوا شايفين ايه. تالت موضوع معانا النهارده هي واحده انا ما اديتلهاش، هي بعتت لي مسج قالت لي ان هي عايزاني ادرس بنتها. اوكي، ساعتها برضه ساعات لما كنت بدرس اطفال قلت لها اوكي هي عندها كام سنه او الليفل بتاعها ايه في العربي. قالت لي لا هي بيجنر خالص، اصل هي عندها 3 سنين. ما اعتقدش ان حد كيبل ان هو يعلم حد عنده 3 سنين الا لو كان شخصيه كرتونيه. ده انا لو عملت لها اللي وانا في الشاشه لو وقفت على دماغي مش هتبصلي. يعني إيه اعمل لها اكتيفيتيز ايه عشان تركز معايا عشان اعلمها؟ لا انت بس اقعدي كده ريبيتي الحاجات، ريبيتي الفريزز، وهي ممكن تلقط. طب انا ليه اعمل في نفسي كده؟ ليه ما تشغلي لها راديو جنب ودنها، شغلي لها تلفزيون؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ هي اصلا هي بتتكلم اساسا؟ هم اطفال 3 سنين دول اصلا بيتكلموا، بيعرفوا يمشوا اصلا، بيبقوا مفتحين اساسا؟ والله ما اعرف. هي غالبا اصلا اكيد ما بتعرفش لسه تتكلم انجلش اللي هي المفروض لغتها الام. هتخليها تتكلم عربي ازاي بقى؟ المفروض انا اخليها بقدره قادر تتكلم عربي ازاي. ام اوبن فور سجستشنز، لكن ما تقوليليش لا اقعدي بس اعملي لها موشنز واعملي لها اغاني وبس وافضلي كده رددي. انا مش هعمل كده في نفسي. ازاي 3 سنين يعني؟ اعمل لها انا ايه يعني؟ اعمل لها انا ايه؟ انا اصلا مش هبقى فاهمه هي عايزه ايه. افرض عيطت لي في الحصه اعمل انا ايه؟ تالت صدمه يا جماعه معانا النهارده هو سؤال اتسال لي من واحده هي برده صغيره، بس مش صغيره قوي، كان مثلا 13 سنه، بس مامتها هي اللي سالت لي السؤال. هي قالت لي ان بنتها هي اللي بتساله، بس هي يعني سالته لي. السؤال كان كالتالي: لينا، هو انتوا في مصر عندكم تلفزيون صح؟ يعني ربنا انعم علينا باللابتوب اللي انا بكلمك منه دلوقتي وما انعمش علينا في التلفزيون. يا جماعه والله يعني بحس ان الامريكان عندهم هاير اكسبكتيشنز للهومبا لومباز اللي كانوا بيساعدوا ويلي وانكا في المصنع عن المصريين. محسين ان احنا عايشين تحت الارض. انا اصلا اول لما بقيت اسمع يا لينا هو انتوا عندكم في مصر، اول ما بس بسمع الجمله ديت بيجيلي اكتئاب، بيجيلي اختناق، عيني بتبدا ترف كده، حاسه بالصدمه اللي جايه فعلا والله. وهتعرفوا كمان في الفيديوهات التانيه اكتر. ده لسه ده لسه ما اعرفش بقى هل الست دي كانت بتضحك عليا وبتقول ان بنتها هي اللي بتسال السؤال، بس هي في الحقيقه هي اللي كانت عايزه تعرف ولا ايه. مش مشكله بس خلاص كفايه ارجوك. في اخر الفيديو يا جماعه احب اقول لكم يا ريت والنبي تفكروا في الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها، قولوها بصوت عالي الاول وانتوا لوحدكم كده في الدش او في الحمام او انتوا قاعدين لوحدكم عامه، قولوها بصوت عالي كده. شوفوا هو الموضوع منطقي يعني. جوجلت، ايه رايكم؟ جوجلت، بلاش تشيلوا اهلي. اكتبوا هو في مصر في تلفزيونات، هو في مصر في عربيات، هو في مصر لسه بيركبوا الجمل كوسيله مواصلات. اسالوه لجوجل، خلوا جوجل يتشل مش انا. خلونا كده حتى نجرب دلوقتي نكتب does Egypt have ونشوف ايه اول حاجه هتطلع لنا. لا كانت كلها حاجات منطقيه بصراحه. يعني هو تقريبا الناس بتوفر اسئلتها الغبيه ليا. مكتوب على وشي شلوني، ارجوك يا جماعه شلوني. وبكده نكون خلصنا الفيديو وخلصنا الحلقه الثانيه من سلسله الصدمه. بس طبعا زي المره اللي فاتت خلونا نعمل الاوترو بتاعت الحلقه اللي فاتت. يلا بينا. انتظروني في حلقه جديده وصدمه اخرى مع لينا وكاشا. اعتقد كفايه كده، بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير مع صحابكم والناس اللي انتوا حابين تشيلوهم النهارده، واشوفكم الحلقه الجايه. باي.